السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم اليوم معايا في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله غادي نديرو معلكة ديال القوقاو. هنايا غادي نستعمل 500 غرام ديال القوقاو اللي طحنته. هنايا انا ما طحنتوش مزيان، خليته مهرمش شويه كما كتشوفوا، راه الفيديو باين. غادي نزيد عليه 120 غرام ديال السكر كلاصي. غادي نخلط المكونات مزيان. هنايا معلكه كتصدق الصراحه، حتى المبتدئات يقدروا يديروها. المره الاولى تخرج شويه، المره الزوجه تخرج واعره. نتمنى تجربوا هذه المعلكه. هذه ما فيهاش كثرت القوام وكثرت هنايا من بعد ما خلطت مزيان غادي نضيف 2 معالق كبار ديال الكاكاو المر. هنايا درت داك الكاكاو اللي قهوي. نتوما تقدروا ديروا داك الكحل اللي بغاها تجي كحله بزاف، ديروا الكاكاو المر، داك اللي فونسي، كحل فونسي. انا هنايا درت غير هذا القهوي العادي صافي. كنخلط مزيان، ولا كانوا شي حبيبات كنحيدهم، كنطلقهم. هنايا السكر كلاصي كيتحبب. المهم داك الدقيق، داك هاد المطحون، هاد القوقاو المطحون، كتحاولوا انكم دوك الحبيبات ما تخليوهمش ديال السكر كلاصي، سواء سكر كلاصي ولا الكاكاو. هنايا غادي نستعمل الخميره ديال الحلوى، ما غاديش نديرها كامله، غادي نخلي شويه فيها، تقريبا غادي ندير الثلثين ويبقى الثلث. هنايا عندكم ميزان. المهم غادي ديروا الثلثين ويبقى الثلث صافي. غادي نخلط مزيان. هنايا عندي الجليكوز، 2 معلقه كبيره عامره. هذا هو الصراحه، هذا هو التعليكه ديال المعلكه. كتسمى معلكه بهذا. اللي ما عندوش يدير الكونفيتير ديال المشماش. هنا غادي نجمع بيضه. هنايا جبت 2 بيضات. الا كانت البيضه كبيره غادي تجمع لكم سميتو الخليط. الا كانت البيضه متوسطه ضروري ديروا بيضه ونص ولا بيضه وشوي. المهم انا غادي ندير البيضه الاولى، غنخلط ونشوف واش غادي نزيد البيضه الزوجه ولا لا. ماشي البيضه كامله، ما غاديش الا شفتوني راني طرطقتها في الطبسيل باش نشوف شحال غادي نستعمل منها. البيضه الاولى غادي ديروها، غادي تستعملوها. البيضه الزوجه غادي تحطوها في الطبسيل وتبقاو تهزوا منها. هنايا من بعد ما خلطت مزيان الخليط، غادي يخصني شويه البيض. هانتوما كما كتشوفوا مازال العجينه ديالي ما تخلطاتش مزيان. غادي نزيد شويه البيض. هنايا راني درتها في الطبسيل وغادي نهز منها غير شويه، غادي نبقى نهز منها غير شوي. ما ديروهاش كامله باش ما تجيكمش معلكه جاريه. الا جات معلكه جاريه غادي نوريكم في اخر الفيديو. جربت واحد شويه من الخليط، زدت له جريته باش نوريكم كيفاش غادي تجيكم الا جرات. ملي كتجرى راه كتولي مفرشه، وكيخصها ضروري طيب الفوق. ما كتبقاش طيبيها غير لتحت وتحيديها ديال الفران لتحت ديال الفران صافي. غير طرطق وتحيديها ضروري، كيخصها طيب الفوق. هنايا صافي، ها هي كتكور لي العجينه.
وكتلصق. نزيد واحد شويه. هنايا بالنسبه للقوقاو اللي بغاتو ما يكونش باين في الماكله ديال الحلوه ديالها، طحنو مزيان، طحنو مزيان ما يبقاوش فيه دوك الحبيبات. صافي ها نتوما كي شفتوا كيلصق لي في الزاج. هذا هو القوام ديالو. صافي هنايا غادي نحيد نسلك يديا ونولي معاكم. هنايا من بعد ما درت العجينه ديالي ديال القوقاو، هنا سكر كلاصي. انا ما استعملتش سكر كلاصي ديال سبيسيال. هنايا طحنت 4 طحنات ديال سكر كلاصي عادي، طحنت 4 طحنات في المولينيكس وغربلته، وزدت 2 معالق كبار ديال المايزينا ديال النشا. هنايا في ديك الزلافه درت ماء زهر. هنا غادي نبقى نعبر، كندير فيهم 20 غرام باش يجوني الحبات متوسطين، ما كبار ما صغار. هنايا كندير ماء زهر في يديا مزيان مزيان. ما درتوش ماء زهر في يديكم، ملي تكوروها رميوها في ماء زهر، عاد لوحوها عفوا في سكر كلاصي. كما قلت لكم هنايا سكر كلاصي صدق زوين، ما درت لا سكر سبيسيال لا والو، درت غير العادي. عاد نوعيه ماشي نوعيه جيده، غير نوعيه عاديه اللي كتباع في الحوانت بالعبار. درت غير سكر كلاصي ديال العبار، عطى نتيجه مزيانه الصراحه. صافي غادي نبقى نكور ونلوح في سكر كلاصي. هنايا ما بغيتوش ديروا تبقاو تكوروا ولوحوا في ماء زهر. غادي نبقى نكور ونلوح في سميتو. هنايا تقريبا الحبات ديالي فيهم 20 غرام، كيجيو متوسطين، ما كبار ما صغار. اللي بغات تصغر بطبيعه الحال تصغر، واللي بغات تكبر. كيبقى انا كنستعمل الميزان باش تجيني حبه قد اختها، ما يجيونيش مختلفين في الحجم، شي صغير شي كبير. كنستعمل الميزان. هنايا غادي نديرهم. ها نتوما شوفوا كي كيتلبس سميتو سكر كلاصي بحال الا سبيسيال الصراحه. داك سبيسيال غالي، سكر الثقيل سبيسيال غالي، ما يحتاجش الانسان يخسر فيه فلوس. ها نتوما شوفوا كي كتلبس لي الحلوه. هو السر في السكر كلاصي هو انه خصو يكون مغربل مزيان ومطحون مزيان، يكون مغربل. صافي صافي غادي نحط. صراحه حتى اللي ما عندوش النشا ما يديروش، غير يغربلو مزيان مزيان بشي توب رقيق ولا شي غربال رقيق بزاف، باش يخرج له غير ديك البودره الرقيقه، هي اللي كتلصق على الحلوه مزيان بلا نشا عليكم. صافي هنا غادي نضغط على الحلوه ديالي، كورتها ستفتها في اللاطه فيها ورق الطبخ، ورق الفران. ضغطت عليها. هنايا الفران عندي مسخن ربع ساعه قبل. ها هي ملي كتوجد عندي الحلوه كما شفتوا. ها هي هذه هي الحلوه اللي جريتها، اللي قلت لكم جريتها شويه. نشوف كي غادي تصدق لي. شوفوا كي صدقت، تفرشات لي في اللاطه وصدقت رطبه بزاف. ها نتوما شوفوا كي دايره. هنايا هذاك القوام اللي عطيتكم في الاول هو هذا. شوفوا الحلوه كي صدقت لي الصراحه زوينه، ومن اول مره تجربه، من اول مره صراحه صدقت واعره.
نتمنى تجربوها، ما تنساوش تابوناو معايا في لاشين ديالي وشجعوني بلايكاتكم، والسلام عليكم.